وأخيرا عزيزي المشاهد عدنا من الموت بعد ما دعكت ثانوية عامة وامتحانات دامت شهر كامل اخلصي بقى. بلعبة أسطورية حرفيا محدش بيتكلم عنها، مش عارف ليه يعني. المفروض اللعبة دي يعني حاجة زي أركيد كده، الألعاب القديمة. هي بنت عامة، خفيفة على الموبايل، مش محتاجة جهاز قوي. الجرافيكس طبعا زي ما انت شايف بيكسلز، مش شايفين منها أي حاجة. بس جربتها مرة، كذا مرة بصراحة، وعجبتني جدا، خصوصا ان انا لقيت بنت لانسلوت هنا. انجز انجز، عارف ان انا الباور. الدوج ده انت مش هتفتحه اول ما تبدأ اللعبة، محتاج تخلص دنجن معين عشان تفتحه. شايف كل دي حاجات ملهاش اي 30 لازمة فتحتها. صندوق بفلوس، واحد واقف يعني المفروض بتعدل من عنده، بس انا ما بعدلش. معلمين لوحدنا. اوكي. ما عندناش خيار تاني. اوه، قولوا لي لو عايزين بعد كده نبقى نعمل تحدي من غير ما ناخد ولا سلاح، لو ندخل بالاسلحه ستوك اللي هي البايظه دي. ده صندوق بالنت، عباره عن ايه يا معلم؟ انت بتخش دانجن في شويه اعداء زي الفل، يا تسطحهم يا يسطحوك. حاجه لازقه في بقي. ايه ده؟ ايه القرف ده؟ مثال. هيقعد لحد بكره عشان يضرب. دوج. أم الفايت سيستم مش احسن حاجه. ليه؟ لان انت اول حاجه انت عشان تضرب لازم تسيب العصاية وكل حاجة، فهي هتعمل تارجت على الانمي وتضربه لوحدها اهو. انا كده مش دايس على اي حاجة حرفيا، وطول ما انت بتضرب مش هتعرف تدوج. لازم تروح عامل كده، تتحرك وتدوج. فانت اصلا عشان تتحرك وانت بتضرب هتاخد وقت، ودي مشكلة. فده اول عيب. قصاد العيب ده بقى هديك ايه؟ هديك ميزة. الميزة فيها اكتر من 300 سلاح مختلف، سواء سيوف بقى او اسلحة رينج عالي. وزي ما انت شايف يعني حظنا جه في السيف ده. في اسلحة كتير قوي احسن منه جربتها قبل. انت بتعمل ايه؟ انا شايف بصراحة ان الجيم بلاي ممتع جدا، ان كل سلاح ليه التيميت اتاك يعني مختلف، اللي هو بعد ما بيضرب 3 ضربات بيضرب ضربة مختلفة. في اسلحة بتديك باسيف. عيب عليك، يلا دوج يلا. بصراحة اللعبة حلوة، اللعبة حلوة، حلوة قوي، خصوصا انها مش محتاجة جهاز قوي يشغلها. بنشوف. تمام. بص بقى، بص بقى قلة الأدب بقى، بص. هتسألني طبعا عزيزي المشاهد، الانيميز دول بيتجمدوا ليه كده؟ اخلع اخلع. انا عايز اتارجت البتاع ده. تصدق السلاح ده جامد؟ امال انا تعب نفسي وعمال الطش فيهم من قريب. ليه بقى يا عزيزي المشاهد؟ عشان الذاكرة بتخلص. ما تبقاش سطحي.
ولاد الجزمة. يعني مفيش حد تاني؟ هي بتفكرني بألعاب السولز نوعا ما، فاهم ان انت مينفعش تدوج وانت بتضرب، او محتاج تحسب كل حاجة. احي ايه، ولا دوج، يلا دوج ينعل. وايوه، ابتدينا بقى في العيوب. يعني على قد ما اللعبة حلوة وفيها تنوع وفيها جمدان وبتاع، الا ان فيها عيبين. العيب الاول وهو ان انت ما بتقدرش تهيل. يعني في اسلحة اصلا مش بتديك هيل. إيه اللي انا عملته ده؟ مين القط ده؟ هو يا عم، يعني ده مثلا سلاح كويس. انا جربت الجلوفز دي قبل كده، هيدينا جولد زيادة. والالين ده مجربتوش قبل كده، فيلا بينا. اول عيب وهو ان انت الهيل قليل في اللعبة، وانت شايف انت قد ايه، وشايف هما ممكن يدعسوك ازاي. تاني عيب وهو المانا، معكش غير محاولتين بس تدخل بيها كل دنجن. دي مشكلة كبيرة. يعني انا مت بسهولة اهو، فاهم؟ فالمرة الجاية لو مت بسهولة، اللي بعدها لو مت بسهولة، مفيش بعدها حرفيا، لان انت ايه، مع اخرك مرتين. فدي حاجة تضايق بصراحة، ان لعبة ممتازة زي دي يعني يبقى ليها ليميت مقرف زي ده. شايف عزيزي المشاهد؟ هي قلبت باكيته فجأة كده ليه؟ تعال نجرب السلاح ده. ولا انت بتمشي لوحدك ليه يالا؟ شفت بقى المتعة في ايه؟ شفت الطحن ده؟ اللعبة جامدة. ده غير ان الجرافيكس مش دي بيديني بف، بيديك بفات، بس بمقابل انك متغيرش السلاح اللي معاك. لا، اللعبة جامدة. وحرفيا يعني على قد ما الجرافيكس مش اعلى حاجة، يعني مش رسومات بقى وبتاع وانيميشنز، لا، بس الحركة سلسة، الاداء اسطوري. يعني عزيزي المشاهد، انا مش هقعد اقول لك ده جامده ومش مش عارف ايه. يعني انت اتفرج بنفسك واحكم. تمام. طبعا دي بوابات تعمل منها تليبورت. ليه؟ عشان هتتسطح لو كملت في طريق واحد، لان هو اصلا طريق يعني واحد بيبقى نهايته مسدوده. متعه غير عاديه. يلا لا من هنا لا ولا. الجلاف ده عنده باسيف سكيل ان هي ممكن تدي ستان للانمي بالكهرب، زي ما انت شايف كده، ما بيقدرش يتحرك اهو، شايف؟ انت متش ليه يالا؟
طبعا اللعبة بتعتمد على جزء كبير من دارك سولز والالعاب اللي هي الار بي جي، وهو جزء الدوج، بس انا مش عارف اظبطه لحد دلوقتي. واو، سيكريت اريا ده، لو والنبي 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 والنبي. ايوه ايوه، دبان يلا. في حاجة هنا؟ بوس فايت؟ لا، ده يصبر شوية. انزل تحت نكمل الطريق ده، نجيب الدنجن كله على الارض. مؤلمة الأخيرة دي، يلا مؤلمة، خد واحدة في أسنانه، مؤلمة. أنا ذات نفسي اتوجعت يا ابني، أنا اتوجعت لك يا ابني. يعني أنا مش فاهم إيه الهدف، يعني مجرد بوابة for nothing، يعني مشيتني كل ده عشان بوابة. طب أنا هاجي هنا ليه يعني؟ أنت حاطط لي مكان هروحه عشان أتنقل منه، طب أنا هروحه ليه أصلا؟ انا اختار طبعا السلاح التاني. ليه؟ لان السلاح اللي معانا ده تعبان حبتين، بياخد وقت على ما يضرب وبتاع. انا عايز حاجه فاست رياكشن كده. اللحظه الحاسمه، time for the boss fight، let's go. طبعا جيب رينج اتاك علشان ما ينفعش تقرب من الحلوف ده. بيج 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 مان يا خنزير. عيب يلا الاكشن. الذخيرة خلصت. يطلع كده الفيز التاني تقريبا. ايزي بقى. عيب 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 عيب. بازوكا؟ لا انا اخترت الصراحة عامل اداء يعني. ده بيدينا 10% جولد دروب ريت، وده بيدينا 20% اتاك 10 ثواني افتر جيتنج سول. هات يا زميلي. ايه ده؟ صح. وده السيف التعبان بتاع المرة اللي فاتت. يلا بينا. اللعبة جامدة وتستاهل التنزيل. تمام، هكتب لك اسمها دلوقتي، واتمنى تكونوا استمتعتوا بالفيديو. واخيرا القناة هتعود من الموت بسبب الامتحانات وكده، وانتظرونا في حاجات كتيرة جامدة جاية، وغالبا العاب كتير جدا محدش بيتكلم عنها. يعني اللعبة دي انا كل الفيديوهات اللي يقولك احسن 10 العاب، احسن مش عارف ايه، ما شفتش اسمها ظهر في اي حتة حرفيا. فليه حاجة زي كده تتظلم؟ ليه حاجة زي كده ما تظهرش؟ فانا بصراحة انبسطت بالتجربة دي،
واتمنى تنزلها وتقولي رأيك في الكومنتات طبعا، وتعمل لايك وسبسكرايب علشان لو عجبك المحتوى ده يجيلك منه كتير وتنبسط معانا هنا يا رب. وبقينا 30 مشترك، يعني هو مش رقم بالنسبة لناس كتير، بس بالنسبة لنا حاجة كبيرة جدا. وشكرا، السلام عليكم.